فيلمنا بيبدأ بحكاية من آلاف السنين، والقصة إن الأرض كلها كانت محيطات، وإن بعد كده ظهرت الجزر والجبال والأرض اتغيرت بكامل. بعدها بيظهر مقاتل قوي اسمه ماوي، وبنعرف إن ماوي عنده قدرة سحرية إنه بيغير شكله لأي شكل حيوان باستخدام الخطاف السحري بتاعه. وماوي بيغير شكله علشان يقدر يدخل جوه الغابة، وفعلا بيوصل للجوهرة اللي بتكون قلب تيفيتي وبيسرقها باستخدام الخطاف بتاعه. وساعتها بنعرف ان الجوهرة دي ثمينة جدا وتعتبر قلب الجزيرة، وبسبب ان الجوهرة اتاخدت من مكانها قوة الشر بدأت تظهر وكل الغابة بتتدمر. ولما ماوي بيحاول يهرب بيقابل شيطان كبير من النار، وبنعرف ان اسمه تيكا. وقتها تيكا بيتحاصره وتضربه ضربة قوية وبتوقعه في المحيط، وماوي بيختفي من وقتها ومحدش بقى عارف مكانه فين. وللأسف كمان قلب تيفيتي والخطاف السحري بيقع في المية، وبيفضل هما الاتنين غرقانين في المحيط لآلاف السنين. وبنرجع لوقتنا الحاضر، وبنعرف ان الجدة تالا هي اللي بتحكي الحكاية دي لمجموعة من الأطفال، وبتكمل وبتقول لهم انه لحد وقتنا ده تيكا وكمان الشياطين الأعماق بيدوروا على قلب تيفيتي، وده لأن القلب قوي جدا. وبتقول لهم كمان ان في يوم من الأيام شخص هيقدر يلاقي قلب تيفيتي وهيعدي المحيط وهيلاقي ماوي ويخاطر بحياته علشان ينقذهم من شر تيكا. وبنلاحظ ان في بنت اسمها موانا مركزة جدا مع الحكاية دي، وبعدها بيظهر والد موانا اللي بيكون معترض على القصة، وده لانه ما كانش حابب تتحكى للاطفال، وبيقول لهم ان مفيش حاجة اسمها وحوش، ولكن الاطفال كلهم بيكونوا خايفين وبيجروا وبيقعوا على والد موانا. وقتها موانا بتسيبهم وبتخرج من المكان لوحدها، وبتروح موانا ناحية الشاطئ، وبنشوف مجموعة من الطيور وهي بتضايق سلحفاة صغيرة وبتمنعها من انها ترجع تاني للبحر. وموانا بتقرر انها تساعد السلحفاة دي، وفعلا بتساعدها توصل للبحر وبتبعد اي طائر عن طريقها. وفجأة بنشوف البحر بيفتح طريق لموانا يديها صدف لانه عارف انها بتحبها، وكل ما موانا بتيجي تتقدم البحر بيفتح ليها طريق اكتر. ولحظتها بنشوف السلاحف اللي عايشة تحت المحيط وكمان الشعب المرجانية، وموانا بتنبهر جدا بجمال السلاحف. وفجأة قلب تيفيتي بيظهر قدامها وبتقدر موانا تحصل عليها، وبعدها البحر بياخد موانا وبيطلعها على الشاطئ، لكن للأسف قلب تيفيتي بيقع منها ومش بتلاقيه. في اللحظة دي بيجي والدها وبيشيلها علشان يرجع بيها للقرية، وموانا كانت عايزة ترجع تاخد قلب تيفيتي، لكن والدها بيرفض لأنه خايف عليها. بعد كده بيدخلوا القرية وبنعرف والد موانا هو الزعيم بتاعهم، ومع مرور السنين موانا بتكبر، ولما تحاول تنزل البحر للأسف والدها كان بيمنعها من انها تعمل كده، وبياخدها وبيطلع فوق اعلى جبل وبيعرفها ان المكان ده مكان مقدس، وانه هيجي يوم وهتكون هي زعيمة القبيلة من بعده. وبيقول لها هتقفي هنا وهتحطي الحجر على الجبل لان زمان هو عمل كده وكل اجدادها عملوا نفس الشيء. بيقول لها ان مكانها مش في البحر وان مكانها في الجزيرة ولازم تكون قد المسؤولية. وفعلا موانا بتقتنع بكلامه وبتبدأ تشارك اهل القرية في الانشطة اللي بيعملوها، وبتساعدهم في الزراعة وتربية الحيوانات، وبتكون سعيدة وهي بتتأقلم مع حياتها في الجزيرة. ولكن دايما جواها شعور ان في شيء مفقود وان المحيط بيناديها رغم منع والدها، لحد ما في يوم بيجيلها اهل قرية بخبر وحش، وهو ان محصول جوز الهند كله باظ. وقتها موانا بتأمرهم بيقطعوا اشجار جوز الهند ويزرعوا اشجار جديدة بدلها، لكن الاخبار السيئة ما بتخلص، وبيجي الصيادين هم كمان وبيعرفوها انهم ملاقوش سمك خالص في المحيط. فموانا بتفضل تقترح عليهم اماكن ممكن يلاقوا فيها سمك، وساعتها الصياد بيقول ليها انهم جربوا كل اللي هي بتقوله، لكن كل محاولاتهم ما جابتش اي فايدة. فبترد موانا وبتقول لهم ان الحل الوحيد هو انهم يبعدوا بالمراكب للجهة تانية من المحيط، لكن والدها بيقاطعها وبيعترض على الفكرة بشدة، وبيقول لها ان في قاعدة مهمة في الجزيرة وهي ان محدش يدخل جوه المحيط علشان يفضلوا في امان. وموانا بتتصدم من رد فعل والدها وبتكون مش فاهمة ليه هو مصر يمنعها، وبتروح تقعد لوحدها وهي متضايقة. وبتيجي والدتها علشان تتكلم معاها، بتحاول تفهمها ان والدها رافض يقربوا من المحيط لانه لما كان في نفس سنها اخد مركب ودخل بيها المحيط مع صديقه الوحيد، وبالفعل قدروا يعدوا حدود الجزيرة، لكن هناك قابلوا امواج عالية جدا اصطدمت بالمركب بقوة، وللأسف المركب اتقلبت وصديق والدها غرق في المحيط ومات. علشان كده والدها خايف
عليها من دخول المحيط. لكن موانا برضو مش بتقتنع بكلام والدتها، لانها حاسه ان في صوت داخلي بيقول لها انها تقرب من المحيط. وفعلا موانا بتقرر انها تركب مركب وتاخد معاها حيوانها الاليف اللي اسمه بو. وموانا بتنطلق في طريقها علشان تدور على الاسماك اللي في المحيط، لكن بتواجه موجة شديدة جدا والحيوان بتاعها بو بيقع في البحر. ولسه بتحاول تنقذه، بتيجي موجة تانية قوية وبتضرب موانا وبتغرقها، وللأسف رجليها بتتعلق في الشعب المرجانية. لكن في آخر لحظة تقدر تنقذ نفسها والموج بيرميها على الشاطئ. وهناك بنكتشف ان بو كمان بخير وان الموج حدفه وهو كمان على الشاطئ. بتيجي جدتها وبتشوف الإصابة اللي في رجليها. موانا بتخاف ان جدتها تقول لوالدها، لكن جدتها بتطمنها وبتقول لها مش هتقول له اي حاجة. وموانا بتقول لها ان والدها كان عنده حق وانه ما كانش ينفع تدخل المحيط، وان جه الوقت علشان تحط صخرتها فوق الجبل وتحافظ على امان القبيلة. فجدتها بتاخدها لمكان غريب مستخبي ورا فروع الشجر، وبتقول لها ان في قصة لقبيلتهم محدش بيحكيها ابدا، وعلشان تعرفيها لازم تدخلي الكهف ده. وموانا بتدخل الكهف وبتتفاجئ بمجموعة من القوارب والسفن الضخمة، وبتطلع على واحدة من السفن، واول ما تضرب على طبول زي ما جدتها قالت لها المكان بيبدأ ينور والمصابيح بتشتعل. وموانا بتشوف رسومات على السفن، وبتعرف من الرسومات دي ان اهل قبيلتها زمان كانوا رحالة وكانوا بيسافروا بالسفن كتير جدا وبيعدوا المحيط علشان يكتشفوا جزر جديدة ويستقروا عليها. فبتستغرب موانا وبتخرج بسرعة من الكهف وبتسأل جدتها ليه اهل القبيلة وقفوا الترحال. وقتها جدتها بتبدأ تكمل حكاية ماوي، وبتقول لها ان ماوي سرق جوهرة قلب تيفيتي وبسبب كده صحة تيكاه والمحيط بقى مليان وحوش. وساعتها الزعماء منعوا الابحار علشان يحموا القبيلة، والوحوش فضلت تطاردهم ومنعت الاسماك عن جزيرتهم واي جزيرة حاولوا يروحوا ليها. لكن في يوم هيطلع واحد من القبيلة ويقرر يطلع رحلة للمحيط، وكمان يلاقي ماوي وهيدي ليه قلب تيفيتي علشان يرجعه. وطلع جدتها قلب تيفيتي دي لموانا وبتقول لها ان كانت موجودة في اليوم اللي المحيط اختارها فيه وهي صغيرة. فبتتفاجئ موانا وبتقول لجدتها انها كانت فاكرة ان كل ده حلم مش اكتر. في الوقت ده البحر بيفضل يتشكل قدامها وبيأكد لموانا كلام جدتها. وساعتها جدتها بتشاور لها على النجوم اللي على شكل خطاف، وبتعرفها ان اجدادها قالوا ان ماوي ساكن على الطرف الاخير من الخطاف، وبتطلب منها انها تمشي ورا النجوم واكيد هتلاقي ماوي. وانا بتقول لجدتها انا عارفة مين اللي هيقدر يساعدني. وبتجري موانا على والدها اللي بيكون عامل اجتماع لأهل الجزيرة علشان يعرفوا هيعملوا ايه في مشكلة النباتات والاسماك اللي اختفت. وانا بتوصل وبتقاطعهم وبتقول لهم انها تلاقي طريقة لانقاذ الجزيرة وده باستخدام القوارب والسفن الضخمة اللي في كهف. وبتقول لهم هنقدر نبحر ونلاقي ماوي ونخليه يرجع قلب تيفيتي. ووالد موانا بيتعصب جدا وما بتعجبوش الفكرة دي. فموانا بتسأله ليه رافض الفكرة وانهم بكده هيساعدوا اهل الجزيرة. فبيقول لها والدها انه كان لازم يحرق المراكب من زمان وان الجوهرة اللي معاها عبارة عن حجر ملوش اي قيمة. وأثناء ما هما بيتكلموا بيعرفوا ان جدتها تعبت فجأة وكمان بتموت. فبيروحوا هما الاتنين للبيت بسرعة، وهناك جدتها بتتكلم مع موانا في ودنها وبتطلب منها تروح دلوقتي تدور على ماوي لان المحيط اختارها، وانها لازم تقنعه انه يخوض معاها الرحلة دي ويرجع قلب تيفيتي مكانه. وجدتها بتحط الجوهرة في السلسلة بتاعتها وبتديها لها، وبتطلب منها جدتها انها تمشي حالا. فعلا موانا بتنفذ كلام جدتها وبتاخد السلسلة وبتمشي وبتروح تجهز مركبة من المراكب اللي في الكهف، وبتاخد المركب وبتبدأ رحلتها. وبتقدر موانا انها تعدي من موجة وتانية لان المركب اللي كانت راكبة عليها كانت مناسبة للمحيط. وبتمشي ورا النجوم زي ما جدتها قالت ليها. وتاني يوم الصبح بتسمع صوت غريب في المركب، تكتشف ان في ديك من جزيرتها ركب المركب من وراها. وقتها الديك بيصرخ لما بيلاقي نفسه في عرض البحر، وموانا بتحاول تهديه وبتقوله ان المحيط صديق ليهم، ولكن الديك بيكون عايز يرجع تاني للجزيرة وبيرمي نفسه في المية. وساعتها موانا بتنزل وراه وبتمسكه وبتطلعه للمركب من تاني، وبتكمل رحلتها في البحث عن ماوي. واثناء الطريق بتتعب موانا وبتنام والبحر بيصحيها لانها ماشية في الاتجاه الغلط. ولما بتلف المركب بيتقلب بيها وبتقع في المية، بس بتقدر تمسك في المركب بسرعة وبتلحق نفسها. وفجأة بتظهر عاصفة قوية
قوية جاية عليها، وموانا بتفضل ماسكة في المركب وبتطلب من المحيط انه يساعدها. وللأسف العاصفة بتقرب اكتر وبتيجي موجة عملاقة وبتغرق موانا. وفي تاني يوم بتفوق وبتلاقي نفسها على جزيرة وبتطمن ان جوهرة قلب تيفيتي بخير، بس بتتعصب وبتزعق للبحر لانها طلبت منه المساعدة وهو مرضاش يساعدها، وكمان غرق السفينة بتاعتها. وفجأة موانا بتلاحظ رسومات للخطاف بتاع ماوي على الجزيرة، وبتلاقي ظل الشخص غريب بيقرب منها، فبتخاف جدا وبتاخد الديك وبتستخبى، فبتعتقد ان ده اكيد ماوي وانه موجود على الجزيرة دي، وبتفضل تتدرب على كلام اللي هتقوله ليه. بس فجأة ماوي بيظهر وبيشيل المركب وبيتخض جدا لما بيشوف موانا، وموانا بتبدأ تعرفه بنفسها، ولكن ماوي بيقاطعها وبيعرفها على نفسه الأول، وبيفتكر ان موانا واحدة من المعجبين، فبتوقفه موانا وبتقوله انها مش معجبة بيه ولا حاجة، وانها معاها قلب تيفيتي، وبتقوله انت هتيجي معايا علشان نرجعه مكانه. وماوي بيضحك على موانا، وماوي بيبدأ يغني ويحكي على بطولاته. وقتها بيستدرج موانا للكهف وبيحبسها فيه، وبيروح بياخد المركب بتاعتها علشان يرجع الخطاف. فبتتضايق موانا وبتفضل تحاول تخرج نفسها من الكهف. وقتها ماوي بياخد الديك علشان ياكله وبيمشي من الجزيرة. ومن الناحية تانية موانا بتكتشف ان في تمثال على شكل ماوي وبتتسلق عليه وبتخرج من الفتحة اللي في السقف، ويكون ماوي خلاص اتحرك بالمركب، وموانا بتشوفه فبتجري بسرعة وبتنط فوق الجبل علشان تلحقه، لكن للأسف بتقع في المية. وقتها البحر بيساعدها وبياخدها وبيطلعها على المركب، وماوي بيفضل يمسكها ويرميها تاني في البحر، ولكن المحيط بيساعدها وبيطلعها كل مرة. وموانا بتقوله احنا لازم نرجع قلب تيفيتي مكانه، فبياخد ماوي القلب منها وبيرميه في البحر، لكن البحر بيرجع القلب تاني. وساعتها موانا بتسأل ماوي ليه بيعمل كده، وبتقوله هو انت خايف من القلب؟ فبيقول لها ماوي انه فعلا خايف منه لانه عبارة عن لعنة، وبيعرفها ان ساعة ما سرقه ظهرت عاصفة قوية وبسببها خسرت خطافي، وبيعرفها ان قوة الشر اكيد هتيجي وراهم بسبب القلب اللي معاها. فبتستغل موانا خوف ماوي وبتهدده بيه علشان يوافق يرجعه مكانه. وفجأة بيجي سهم غريب بيضرب على المركب، وبيطلع انه اتضرب من مجموعة من القراصنة الاقزام اللي اسمهم كاكومورا. وموانا لما بتشوفهم بتعتقد انهم لطاف وكويسين، لكن بيكشفوا عن السفن الضخمة اللي معاهم، فبتخاف موانا منهم جدا. وماوي بيتحرك بسرعة بالمركب وبيحاول انه يهرب منهم، لكن القراصنة بيرموا الحبال على المركب وبيمنعوا موانا وماوي من انهم يقدروا يهربوا، وبينطوا على المركب علشان يسرقوا جوهرة قلب تيفيتي. واثناء هجومهم القلب بيقع، وقتها الديك بيبلعه، فبيقرروا القراصنة انهم يخطفوا الديك. وساعتها ماوي بيكون مشغول انه يتخلص من باقي القراصنة، وموانا بتعرف ماوي انهم سرقوا الديك اللي بلع قلب تيفيتي، وبتطلب منه انه يرجعه. فبيرفض ماوي طلبها ويقول لها انهم لو قربوا من القراصنة هيقتلونا، لكن موانا مش بتهتم وبتنط لوحدها على سفينة القراصنة وبتبدأ تقاتلهم باستخدام المجداف بتاعها لحد ما بتقدر توصل للديك وبتاخده منهم، وبتنط من السفينة علشان تهرب. ولما بترجع المركب سفن القراصنة بتحاصرهم من كل اتجاه، فماوي بيتحرك بسرعة وبيقدر يهرب منهم على آخر لحظة، وموانا بتفرح انهم قدروا يتخلصوا منهم اخيرا. لكن ماوي بيحبطها لما بيقول لها مش هيرجع قلب تيفيتي، وبيعرفها ان المحيط كله مخاطر، انها لازم تواجه وحش تيكال عملاق علشان تقدر تكمل مهمتها. بيقول لها انه مش هيدخل عملية انتحارية، انها لو عايزة تكمل المهمة هي حرة، اما انا هروح علشان ارجع الخطاف بتاعي. فبتقول له موانا انه لازم يرجع بطل تاني بعد ما بقى في نظر الناس الشخص اللي سرق قلب تيفيتي وغير حياتهم، لكن لو رجع قلب تيفيتي العالم كله هيشوفه بطل زي الاول. فبيقتنع ماوي بكلام موانا وبيقول لها انه موافق على تنفيذ المهمة دي، لكن بشرط ان الاول يجيب خطافه. فبتوافق موانا على شرط ماوي وبيكملوا رحلتهم سوا وبينطلقوا علشان يرجعوا الخطاف بتاعه. واثناء رحلتهم بتنبهر موانا من طريقة ابحار ماوي، فبتطلب موانا من ماوي يعلمها طريقة الابحار، وماوي بيوافق وفعلا بيبدأ يعلمها ازاي تقدر تتحكم في المركب بنفسها. توصل موانا لجزيرة وتفكر انها وصلت، لكن بتكتشف انها رجعت لقريتها تاني، وبتشوف جزيرتها وهي بتدمر وباباها ومامتها بيموتوا، لكن بيطلع ان ده كله كان مجرد حلم وانها لسه في الطريق مع ماوي.
بتكون مرعوبة من الحلم اللي شافته. وفي الوقت ده ماوي وموانا بيكونوا وصلوا لجبل كبير وعالي، وماوي معتقد ان الخطاف بتاعه موجود هنا مع كائن بحري بيجمع كل الاشياء الثمينة اللي بتغرق في المية. وبيطلب ماوي من موانا انها تستناه في المركب لحد ما يطلع الجبل ويحاول يرجع خطافه، لكن موانا مش بتنفذ كلامه وبتطلع وراه. ولما بيوصلوا هما الاتنين ما بيلاقوش اي حاجة خالص، لكن ماوي بينفخ وبيطير كل التراب اللي كان موجود على السطح وبينط في الهواء وبينزل بقوة وبيفتح مدخل الباب. المكان بيكون عميق جدا جوه الارض، وبعدها بينط لوحده وموانا بتتشجع وبتنط وراه. ولما بتنزل للاسف بتخبط في ماوي وبتقع بعيد، لكن ماوي مش بيهتم بيها وبيروح يدور على الخطاف بتاعه. وموانا بتواجه كائنات بحرية مفترسة، ولما بتحاول تهرب منهم بيهجم عليها حيوان مفترس ب4 ايدين، لكن فجأة البحر بيساعدها وبيبعدوا عنها. وبعدها موانا بتستكشف المكان، بتلاقي خطاف ماوي وسط كنوز كتيرة. لحظتها ماوي بيوصل وبيشوف الخطاف بتاعه وبيخلي موانا تلبس صدف البحر، وبتفضل تطبل علشان تصحي الكائن البحري اللي اسمه توما توا، وده علشان تشغله عبال ما هو يسرق الخطاف. وفعلا بعد ثواني توما توا بيصحى وبيطلع انه سلطعون كبير جدا، وبيتفاجئ ان في انسان قدر يوصل للمكان ده وبيسألها ايه اللي جابها هنا. فبتفضل موانا تتكلم معاه وبتحاول انها تشغله وبتقوله انها سمعت قصص اسطورية كتير عنه وانها جت مخصوص علشان تشوف الاسطورة اللي كانوا بيحكوا عليها. فالسلطعون بينبسط جدا من كلامها عليه وبيبدأ يتكلم عن بطولاته، وبالرغم من كده بيكون عايز ياكل موانا. وفجأة بيظهر ماوي على ظهره وبيوقفه على اخر لحظة وبيحصل على الخطاف بتاعه اخيرا، ولكن بيكون ناسي الخطاف كان بيشتغل ازاي. وبيفضل ماوي يغير شكله لكائنات مختلف، وتوما توا بيمسكه وبيرميه بعيد وبيفضل يضربه بمنتهى القوة وبياخد منه الخطاف وبيكون خلاص هياكله. وقتها بتتدخل موانا وبتقوله انها معاها جوهرة قلب تيفيتي، فتوما توا بيكون عايز ياخدها منها علشان يجمعها مع الحاجات القيمة اللي عنده، وبيجري ورا موانا اللي بتجري بسرعة، فبيقع منها قلب تيفيتي في حفرة صغيرة. وقتها السلطعون بيفضل يدور عليها وهي بتستغل الفرصة وبتحاول تسرق الخطاف، وفعلا بتنجح وبتروح تديه لماوي وبتقول لماوي انهم لازم يهربوا. فبيسألها عن القلب، فبتعرفوا ان القلب لسه معاها وان اللي اترمى في الحفرة مش القلب الحقيقي. ولما توما توا بيكتشف ان موانا خدعته بيروح علشان يطاردهم، لكن البحر بيساعدهم في الهرب ويطلعهم على الشاطئ. وساعتها ماوي بيتحول لسمكة قرش بالغلط وبيشكر موانا على اللي عملته لانها وقفت جنبه وكانت هتموت علشانه. وبيقول لها لولا هي ما كانش قدر يوصل للخطاف بتاعه، وبيكون محبط لانه ازاي هيقدر يكمل المهمة، وخصوصا انه مش قادر يستخدم الخطاف بتاعه زي زمان. وكل لما بيحاول يرجع لشكله بيتحول لحيوانات مختلفة وبيفشل انه يرجع لشكله تاني، لكن موانا بتشجعه وبيكملوا رحلتهم. واثناء رحلتهم موانا بتسأل ماوي عن معنى الوشم اللي مرسوم على ظهره، وبعد الحاح منها بيحكي لها عن معنى الوشم. بيقول لها ان في طفولته كان والده ووالدته ما كانوش عايزينه، وعلشان كده قرروا انهم يتخلصوا منه يرموه في البحر. بس بعد كده المحيط ساعدني ولقيت الخطاف السحري ورجعت لاهل قريتي تاني وساعدتهم في حاجات كتيرة جدا وبقيت البطل ماوي. حاولت اخلي ابويا وامي يحبوني فقررت اجيب قلب تيفيتي ليهم، لكنهم برضو محبونيش وما كانش كفاية بالنسبة ليهم. وموانا بتتأثر وبتحاول انها تواسيه وتقوله اكيد المحيط ساعده علشان شاف ان جواك حاجة كويسة وانك تستحق انك تكون بطل. فبيفرح ماوي بكلام موانا وبيفضل يستخدم الخطاف ويتحول لحيوانات مختلفة، واخيرا بيقدر يتحكم في الخطاف. وبعدها بيتجهوا لجزيرة قلب تيفيتي، وبعد شوية وقت بيوصلوا للجزيرة دي وماوي بياخد منها الجوهرة علشان يرجعها مكانها. وبيغير ماوي شكله لشكل صقر وبيطير في اتجاه الجزيرة، لكن بيظهر شيطان تيكا ويبدأ يهاجمه بكرات من النار وبتقدر انها تصيبه بضربة قوية وبتوقعه في المية. وموانا بتلاحظ ان نقطة ضعف تيكا هي المية، وبنرجع لماوي اللي بيحاول يلحق قلب تيفيتي قبل المية ما تسحبها، وبيقدر يرجع تاني للمركب وبيطلب من موانا انها ترجع.
وما تحاولش تقرب منه، لكن موانا بترفض طلبه وبتكمل طريقها تجاه الجزيرة، وتيكا بيضربهم ضربة قوية جدا وبيطيروا بعيد من قوة الضرب. وبسبب اللي حصل بنكتشف ان خطاف ماوي اتضرر لان ماوي صد بيه ضربة تيكا. في الوقت ده ماوي بيحس بالاحباط وبيزعل جدا على اللي حصل لخطاف، وبيبدأ يلوم موانا لانها ما سمعتش كلامه لما قال لها ترجع بالمركب، وبيعرفها انه مش هيرجع تاني لمكان تيكا عشان لو رجع الخطاف بتاعه لو اخد ضربة تانية هيتدمر تماما، وخصوصا انه مش هينفع يتصلح لانه اتعمل من سنين. وبيدي لموانا القلب وبيسيبها وبيطير بعيد، وموانا بتحزن جدا وبتسأل المحيط ليه اختارها هي وانها مش الشخص المناسب، وبتقوله يختار شخص تاني احسن منها، وبتدي الجوهرة للمحيط وبتفضل تعيط لوحدها. ولكن فجأة بتظهر روح جدتها اللي توفت، فبتجري موانا بسرعة وبتحضنها تقول لها انها حاولت ترجع قلب تيفيتي لكنها فشلت. فبترد عليها جدتها وبتقول لها انها ما فشلتش، يمكن المهمة كانت صعبة عليكي، وبتفهمها ان المحيط اختارها لانها الشخص الوحيد المناسب للمهمة دي. وبتطلب منها جدتها انها ما تستسلمش وتكمل المهمة لانها هتقدر تنجح زي اجدادها الشجعان. وموانا بتتشجع وبتنزل المية وبتاخد الجوهرة تاني وبترجع تصلح المركب بتاعتها وبتتجه ناحية جزيرة تيكا. وساعتها تيكا بيظهر تاني، ولكن موانا بتقدر تتفادى كل هجماته وبتستدرجه وراها لحد اخر جبل، وبتلف بسرعة قبل ما ياخد باله علشان تدخل الجزيرة. بس تيكا بيرمي عليها كرات من النار فالجبال بتنهار على موانا لكنها بتقدر تتفاداها، ولكن تيكا بتظهر تاني وبيضرب موانا وللأسف بيوقعها في المية. وفي الوقت ده موانا بتحاول تطلع على المركب بتاعتها ولسه تيكا هيقتل موانا بيجي ماوي وبيوقعه وبينقذ موانا وبيقول لها ان هو هيشغل تيكا عبال ما ترجع قلب تيفيتي، وفعلا بيحول شكله لحيوانات مختلفة وبيقدر يشغل تيكا لحد ما بيقطع ايديه بالخطاف بتاعه. لكن تيكا بيقدر يجدد ايديه من تاني وبيضرب ماوي وبيطيره بعيد، وكمان بيضرب موانا بكرات نار كبيرة، لكن المحيط بيتصدلها وبياخد موانا وبيطلعها على الشط، وماوي بينط في الهوا وبيضرب تيكا ضربة قوية، وبسبب اللي حصل ده الخطاف بتاعه بيتدمر تماما. وبنرجع لموانا اللي بتكون طلعت اعلى الجبل في الجزيرة، وهناك بتستغرب لما بتلاقيش المكان المفروض تحط فيه قلب تيفيتي، وساعتها موانا بتكتشف ان قلب تيفيتي هو في صدر تيكا، فبتطلب من المحيط انه يسيب تيكا توصل ليها. وفعلا البحر بيوسع طريق لتيكا وتيكا بيتقدم ناحية موانا بسرعة، ووقتها موانا بتقدر تهدي تيكا وبتدخل القلب في مكانه تاني، ولحظتها بيتحول تيكا لشكله الحقيقي اللي بيطلع بنت جميلة وبتكون هي تيفيتي اللي اختفت من سنين كتيرة جدا. لما بتلمس الأرض بترجع الحياة تاني وبيطلع الزرع من تاني وكمان الأشجار، وبترفع موانا وماوي على ايديها، وماوي بيتأسف ليها على سرقته لقلبها. وتيفيتي بتفاجئ ماوي انها صلحت ليه الخطاف بتاعه، وقتها ماوي بيفرح جدا بالخطاف وكمان بترجع مركب موانا تاني بعد ما اتدمر. وبعد كده موانا بتشكر ماوي على مساعدته ليها وبتودعه، فبيحول نفسه لصقر وبيسيبها وبيرجع لجزيرته. وموانا بترجع لقبيلتها، ووالدها ووالدتها بيكونوا مش مصدقين ان موانا لسه عايشة وبيفرحوا برجوعها جدا. وبعد شوية وقت اهل القبيلة بتتشجع وبتطلع السفن من تاني علشان يستخدموها ويرجعوا بحارة من جديد، وموانا بتعلمهم طريقة الابحار اللي اتعلمتها من ماوي، وبتكون هي القائد ليهم، وبيكملوا حياتهم في سلام وامان وقادرين يبحروا زي زمان بالسفن بتاعتهم. وبكده نكون خلصنا ملخص موانا الجزء الاول. ما تنساش تعمل لنا سبسكرايب لقناة لودي بتلخص افلام، وتوصل الفيديو لاكبر عدد من اللايكات، وتكتب لينا في كومنت بتتفرج على الفيديو من اي بلد. اشوفكم في الفيديو الجديد.